تعالَ أقول لك إزاي تعلّي من شدة التمرين واللي من خلالها هتقدر تكسر الوزن وتطلع لوزن أعلى. عشان نكون متفقين لازم الأول يكون الوزن تقدر تطلع بيه لوحدك وتجيب على الأقل 6 عدات، ومن ثم نطبّق العوامل دي بالتدريج واللي بيسموه في الآخر progressive overload وهو الحمل التدريجي. وليكن أنت بتلعب ب30 كيلو bench press عشان تيجي تقدر تخش 35 لازم تعدّي بمراحل في ال30. أول حاجة وهي إنك هتزود شدة التمرين عن طريق إنك تقلل وقت الراحة بين المجاميع، فبالتالي مجموعتك هتصعب وبدل ما كنت بتجيب مثلا 9 عدات هتجيب 7 عدات. تاني حاجة وهي إنك هتزود وقت العدة السلبية والعدة بسرعة عامة، فبدل ما كنت بتاخد المجموعة في دقيقة ونص هتاخدها في دقيقتين، وساعتها رينج العدات برضه هيقل. تالت حاجة وهي إنك تدخّل شكل من أشكال الدروب set أو السوبر set، وهنا أقدر أقول لك تكسر أي وزن مستريح بدون أي مخاطر، وطبعًا عارف إن في ناس ممكن ما يكونش عندها خُلق لده، بس صدّقني دي أسلم طريقة ليك عشان تقدر تكسر وزن وتعمل حمل تدريجي مضبوط، وتقدر إنك تبني عضلات من خلاله.